السلام عليكم. النهارده ان شاء الله هنعمل مقرمشات سهله جدا وسريعه ومش بتاخد وقت خالص، طعمها لذيذ قوي. تقدري تعمليها ببواقي العيش الفينو لو كان ناشف او بايت عندك مش عايزاه او محدش بيستخدمه، ممكن تعمليه بعيش فينو طازه عادي برضو مفيش اي مشكله. اول حاجه نصلي على خير الانام، وبعد اذنك لو عجبك الفيديو ممكن تعملي لي لايك ومتابعه للبيج، وشكرا جدا لدعمكم. بتساعدوني والله. احنا اول حاجه بنجيب العيش كده وبنقطعه، السمك بتاعه يكون رفيع علشان خاطر يتحمر كويس ويبقى مقرمش وما يبقاش من جواه طري بالسمك اللي انتوا شايفينه ده. بنجيب بقى صينيه وبندهنها زيت او سمنه اي ماده دهنيه. بتكوني في الوقت دوت مشغله الفرن على درجه حراره عاليه 200 مثلا. لو عندك الفرن شغال من فوق ومن تحت بيبقى كويس جدا، لو من تحت بس برضو مفيش اي مشكله، تقدري تفتحها للشوايه في اخر ثواني كده ياخد بس لون او قرمشه خفيفه. بترصيه كده في الصينيه بالشكل دوت، وهتحطي بقى على الوش زبده، هي الزبده اللي بتديله الطعم الحلو. لو انت بتقدري يعني بتحبي طعم التوم تقدري تحطي مع الزبده دي توم مفروم. لو مش بتفضلي التوم قوي ممكن تحطي توم باودر او بلاش توم خالص، انا برضو ما حطيتش توم خالص. فوق الزبده بقى هتقدري تحطي اي طعم انت بتحبيه. انا حطيت كاتشب وحطيت توابل تانية، حطيت كاري وكركم، حطيت كمون. كل واحده بيبقى لها طعم مختلف وكلهم طعمهم حلو قوي. بتدخل الفرن ما بتاخدش وقت خالص، اول بس لما تاخد لون خفيف قوي من تحت بتطفي عليها وبتطلعيها، ما بتاخدش وقت. هو بس كده. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك من ايديك الحلوه ومتابعه البيج، وشكرا لكم. باي باي.